صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم داخل جمهورية مصر العربية، من اسكندرية لأسوان، ومن رفح إلى سلوم. وتحياتنا لأهل غزة ونصرهم الله في جهادهم في سبيل الله. أولا إحنا عايز أقول لكم حاجة أهيت، عايزين بس نشوفها. أنا دي عربيتي فيرنا 2011 لونها فضي. نتفق، أنا أولا مش كتكسجي عشان خاطر مش عايز هجوم. ثانيا، أنا هحكي لكم تجربتي للعمل في النقل الذكي لمدة 30 يوم. عملت خلالهم 103 رحلة. أولا، المستفيد رقم واحد من النقل الذكي ده هو الزبون اللي حضرتك بتاخده من البيت للبيت. ويا عالم، ساكن في حارة، ساكن في شارع المرغني، انت حر، انت ونصيبك. ورايح بقى في انهي وجهة بقى، رايح في حارة، رايح برضو على الشارع المرغني، الله أعلم، انت ونصيبك. الحاجة التانية، على فكرة أنا ما أقصدش بحارة دي أي إهانة نهائي عشان ما حدش ياخدها بتاع. أنا أقصد يعني إن مش إن حارة يعني هيبقى مكان ضيق وغير مناسب للركنة بتاعت العربية، وإنها تعمل وهتضايق الناس. ده المقصود يعني، فقط ده للتوضيح. تاني حاجة، أو اللي مستفيد رقم واحد دي هي الزبون، يعني تاخده من إيه، نقطة إيه للنقطة بي، أيا مكان بقى. الحاجة التانية، التطبيقات بتجيب لك مسافات في الشلاحات، يعني بينك وبين عميل المسافات بقى في الشلاحات بعيد. وطبعا انت طبعا دي مش محسوبة، دي حضرتك على حسابك انت. المستفيد التاني من التطبيقات الذكي دي هي الشركات اللي بتهبر منك 20 25% من ثمن الرحلة، هم قاعدين مستريحين، خدمة عملاء زي الزفت. وطبعا لو حصلت اي مشكله ترزعك البلوك المتين. انا ما تعمليش بلوك، انا اللي حذفت الحساب بنفسي، وهذا وشرف لي. حذفت كل الحسابات، كل الحسابات. الحاجه المستفيد الثالث الدوله، لانها بتاخد 14% قيمه مضافه. ودي حاجه حابب انبهها للناس. انت حضرتك لو حد انت ماشي قانوني، يعني طالما بتدفع ضريبه انت ماشي قانوني، ما حدش يجي يقول لك انت مخالف وبتركب ركاب باجر ومش عارف ايه والكلام ده. لا، حضرتك تقول له انا بدفع 14% قيمه مضافه للدوله، يبقى انا كده وضعي قانوني. طالما بتدفع ضريبه يبقى وضعك قانوني. يبقى كده انا وبعد التجربه ديت ما انتهت، لقيت ان انا حضرتك ان انت تتحمل ثمن الكاوتش اللي اصبح الفرده على قلب 1500. ده بالنسبه للعربيه الفيرنا الكحيانه. الزيوت وحضراتكم عارفين تمنها كام. العفشه وانت عارفين تمنها كام. كل دوت انت حضرتك اللي بتتحمله، والشركه اخر روقان واخر بتاع. وانت الفلوس اللي بتاخدها ديت في الاخر ولا هتنفع اي حاجه. والبنزين طبعا غلي، انا حضرت طبعا غلو البنزين قبل ما الغي الرحلات. عموما طبعا دي انا حبيت اشرح تجربتي، والتجربه بالنسبه لي انتهت. ودي تجربه طبعا خضتها وانا في هذا العمر. طبعا انا مش هقول عندي كام سنه، لكن انا كنت حابب اخوض التجربه يعني، لان انا اسمع عنه. لكن انت لما بتعمل حاجه وخضت تجربتها بنفسك بتبقى غير لما انت تسمع. ففي يعني يقول لك لا دي وحشه، طب وحشه ليه يا عمنا؟ طب انت عملت، طب انت جربت. لكن لما جربت بنفسي، لا لا لا، انتهت التجربه وكان الله يحب المحسنين. وانتهت التجربه الحمد لله على خير بدون مشاكل، احمدك يا رب، ولن تتكرر مره اخرى. الى اللقاء في تجارب اخرى اتمنى انها تكون ناجحه. انا طبعا كنت يمكن اكون انت فاشل، يمكن اكون فاشل فيها،
لان انا مش تكسجي، اللي لينج ناجح فيها هو التكسجي. بالمناسبة انا عربيتي بنزين فقط ما فيهاش غاز، عشان نبقى عارفين اهو. انتوا عارفين الفيرنا بيركب فيها الغاز يعني. انا عربيتي فيها غاز. شكرا ليكم واتمنى الاشتراك في القناة. باي باي.